عدلي القيعي يطالب بتحقيق عاجل في تصريحات فرج عامر عن نهائي كأس مصر. تحدث عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة حول فضيحة مباراته أمام نادي الزمالك الموسم الماضي. وقال القيعي: ظلم سموحة ظلما بينا في تلك المباراة، وتعادل الزمالك في الوقت القاتل وحصد الكأس بعد اللجوء لضربات الجزاء. وتابع: ما سبب حديث فرج عامر في ذلك الوقت؟ ولماذا كل هذا الصمت طوال الفترة الماضية؟ وأتمنى أن يحدث تحقيق في الموضوع كما يحدث في أوروبا. وكان فرج عامر كتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ما يلي: لحظات لا تنسى يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد الذي لذلك، وذلك بعد تهديد مسؤول زملكاوي بنشر المستور. واتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على التليفون لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبا سيترك العمل العام. والطبيب في فرنسا قال له: اترك الكرة وتوجه إلى مكان أخضر فأخضر، وهو ليس له علاقة بذلك، المسؤول هو عصام عبد الفتاح. وأضاف: طبعا هذا خلاف الحقيقة، وأتوا بمحمد فاروق في آخر مباراة له في حياته التحكيمية، ووعدوا بالعمل في الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالك وحصل اللي حصل. وأوضح: أثناء المباراة أجهر أحمد مجاهد وآخرين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بأمنيات الفوز للزمالك لكي يباع السوبر يتباع السوبر بمبلغ كبير ويكون بين الأهلي والزمالك، وتم صفقة الكاس من سموحة بفضيحة. ونسمع عدلي القيعي قال ايه. فاجئ الجميع بتويت له مفاجأة، نبش في الماضي نبشاية كده صغيرة، لكن لأن الأمر يتعلق ببطولة وبتحكيم ومجلس إدارة اتحاد كان من الصعب الكلام ده يعدي. وعلى فكرة هو المفترض ما يعديش على المستويات الإدارية اللي ممكن تساعد وتحقق. ده بلاغ يستحق كلام يستحق التحقيق فورا. هنقرأ ونشوف الحاجة اللي المهندس فرج عامر نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك. قال بالنص ده خاصة بنهائي كاس مصر، المباراة اللي كانت بين الزمالك وسموحة في 2018. قال فرج عامر: لحظات لا تنسى يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كاس مصر 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك. الراجل بيقول: أنا دفعت الفلوس أجرة الحكام اللي بينصوا عليها. طب ليه ما جابوش رغم أنت دفعت؟ قال لك: بسبب تهديد مسؤول زملكاوي بنشر المستور. الراجل بيقول إن مسؤول زملكاوي قال له بتوع اتحاد الكرة هننشر المستور لو جبتوا حكم أجنبي. وقال المهندس فرج عامر: اتصل بي الأستاذ أحمد مجاهد يبلغني بأن الأستاذ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وهيركب دعامة وغالبا هيترك العمل العام. والدكتور في فرنسا قال له: سيبك من الكرة واقعد في مكان أخضر فأخضر، وهو ليس له علاقة بذلك، والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح. المكان الأخضر فأخضر ده ملعب كورة. والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح. بيقول بقى المهندس فرج عامر: طبعا هذا خلاف الحقيقة، وأتوا بالكابتن محمد فاروق في آخر مباراة له في مشواره التحكيمي ووعدوه يشتغل في الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالك، وحصل اللي حصل. وأثناء المباراة كشف الكابتن أحمد مجاهد وآخرون من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنهم يتمنون فوز الزمالك علشان السوبر يتباع بفلوس كتير ويبقى بين الأهلي والزمالك، وتمت سرقة الكاس من سموحة بفضيحة وفجر حسب لفظ وتعبير المهندس فرج عامر. ايه هو لو تذكر وقتها قبل المباراة قال: حسبي الله ونعم الوكيل، مش عايزين يجيبوا لنا حكم أجنبي. وانت يعني وقتها كان كل التعليقات في اتجاه الزمالك عايز بطولة ومش عارف ايه والكلام ده.
المقولة الشهيرة اللي هو ثروت سويلم. اللي حصل في الماتش كده، حصل في الماتش فعلا ظلم سموحة ظلما بينا، وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة عشان يفوز بعد كده بعد الوقت الإضافي بضربات الترجيح. اللي أنا عايز أقوله إن إيه اللي دفع، برضه أنا يتملكني الفضول، إيه اللي دفع المهندس فرج عامر للصمت وإيه اللي دفعه للحديث؟ وهو يعلم إن الكلمة دي مش هتمر مرور الكرام. هل لأن مفيش حد يضغط عليه في اتحاد الكرة دلوقتي؟ هل ده السبب؟ طيب مصير البطولة دي ايه؟ الكلام ده لو اتقال بعد 10 سنين في اوروبا يتم التحقيق في هذا الامر. واتمنى ان يتم التحقيق في هذا الامر ونوصل للحقيقة. عدلي القيعي يطالب بتحقيق عاجل في تصريحات فرج عامر عن نهائي كأس مصر. تحدث عدلي القيعي مستشار لجنة